السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وحشتوني جدا جدا. عارفه اني بتاخر عليكم كده على طول، معلش بقى. النهارده بقى جيت لكم بوصفه كده، يا رب تعجبكم. كل الاطفال بيحبوها وبيعشقوها كده، وبتبقى جميله جدا. بنعملها في البيت، بتبقى احسن من الجاهزه وبتبقى جميله قوي. هنجربها مع بعضينا وتقولوا لي ايه رايكم. قبل ما نبدا الفيديو كده تعملوا لايك واشتراك في القناه لو مش مشتركين. وتقولوا لي كده تعليق حلو منكم في الاخر لما تشوفوا الوصفه كده عجبتكم ولا لا. تمام. هنعمل بقى مع بعض كده اول ايه المارشميلو. معايا كده المكونات بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين. اساسي في الوصفه معانا اللي هو الجيلاتين. معايا كده الشربات اللي هنعمله مع بعض: كوبايه سكر، نص كوبايه ميه، معلقتين من النشا، وكمان معلقتين من الجيلاتين، وكمان السكر البودر. تمام. هقول لكم هنستخدم السكر البودر في الاخر والنشا. هنبدأ بقى كده مع بعضينا بالوصفة بتاعتنا. نشيل كده كل الحاجات اللي مش هنستخدمها الوقت كده على جنب. عايزة اقول لكم حلو جدا جدا وموفر، والاطفال كلها بتحبه والكبار كمان. هبدأ كده ان انا اضيف السكر معايا وعليه نص كوباية المية. انزل كده المية بالراحة عشان ما يعملكيش كده ايه سكر في الجوانب. ونقلبه كده شوية على البارد قبل ما نرفعه على النار. ندوب السكر يعني شوية كده، حاجة بسيطة في المية بتاعتنا. لو انتي عايزة تضعفي الكمية مفيش مشكلة، ضعفيها زي ما انتي عاوزة. ممكن تعملي كوبايتين سكر عليهم كوباية مية وتضعفي بقية المكونات. قلبه كده شوية بالمضرب بتاعنا. ونرفعه كده بقى على النار. هقول لكم هو ليه بيبقى لما يستوي كده، هوريكم بيستوي معايا ازاي. واوريكم يعني بيقعد على النار قد ايه برضو. هقول لكم كل حاجه بالتفصيل ان شاء الله. نيجي بقى نجهز القالب بتاعنا. انا ما كانش عندي قالب مربع فخدت المدور ده. قلت يعني اعمل فيه هو. لو عندك واحد مربع يبقى احسن برضو، او العلبه اللي هي بتبقى بتاعه الحلاوه الطحينيه دي تبقى برضو حلوه قوي فيها. اي قوالب عندك مربعه بلاستيك. هبدأ بقى كده ان انا احط فيها حوالي معلقة من الزيت او نص معلقة من الزيت. وادهن بقى كده القالب بتاعي كويس من الجوانب وكله، عشان هنغلفها الوقت بالنشا بتاعتنا. بس انا عايزه اقول لكم كمان في الوصفه بتاعتنا دي ما نضيفش عليها سكر بودر احسن، يعني لان هو بيبقى المارشميلو مسكر فمش محتاج سكر بودر للناس اللي هي ما بتحبش ايه السكر. هنبدأ كده نغلفه من تحت كده بالنشا والسكر البودر زي ما انتم شايفين. ابدا بقى ان انا كده اغلفها. الزيت بتاعنا معانا بندهن بالقالب بتاعنا عشان يخلي يعمل لنا كده طبقه كده في القوالب بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، عشان لما ننزل فيها المارشميلو ما يلزقش في القالب بتاعنا ونعرف ان احنا نخرجه بسهوله. معايا بقى كده دول شويه ميه نختبر بيهم السكر بتاعنا او الشربات بتاعنا اللي احنا هنعمله المارشميلو. طبعا لا بنضيف عليه فانيليا ولا بنضيف عليه ليمون ولا ملح ليمون ولا اي حاجه. ده عشان ده هنعمله عشان الناس بس ما تقولش ايه هنضيف عليه. لا، احنا مش بنضيف عليه حاجه. جبت كده معلقه من السكر بتاعه وبدات ان انا احطه في الميه زي ما انتم شايفين. السكر لو اتجمع معايا كوره كده في الميه يبقى كده خلاص استوى معايا. ما اتجمعش كوره ومعرفتش امسكها بايدي يبقى كده لسه محتاج شويه على النار. تمام. ولو سبتيه عمل قوي ولقيتيه كور معاكي كوره بس طلعت الكوره ناشفه قوي، هتضيفيه شويه ميه زي اللي في الكوبايه معايا دول على السكر وتسيبيه شويه على النار، وبعد كده تطفي عليه. اول ما يبدا ان هو يغلي تروحي طافيه عليه. شايفين بقى اتجمعت معايا كوره زي ما انتم شايفين، ما بتلزقش. حاجه بسيطه جدا. اول ما تبدا معاكم ان هي تجمع زي كده يبقى كده السكر بتاعنا استوى. كده هننزله بقى من على النار زي ما انتم شايفين كده.
معايا بقى دي نص كوباية مية سخنة او مغلية سخنة قوي عشان ندوب فيها الجيلاتين بتاعنا. معلقتين كده من الجيلاتين، معلقتين اللي هي المعلقة الكبيرة العادي اللي احنا بناكل بيها دي، هندوبهم كده في المية السخنة بتاعتنا. والسكر بتاعنا برضو سخن، ما سيبناهوش برد ولا حاجة، لسه سخن منزلينه من على النار. وهبدأ كده ادوب الجيلاتين معايا كويس، ما يبقاش فيه كتل او فيه اي حاجة. الجيلاتين ضروري ان احنا ندوبه في مية سخنة عشان يدوب معانا. وهنزل بيه على السكر بتاعي، وابدأ كده اضرب فيه بالمضرب، منسيبش كده اي حاجة في الكوباية عشان ما يأثرش معانا في الوصفة. هنبدأ بقى ايه الخطوة المهمة دي بقى، خطوة المضرب. لازم نضرب فيه كده كويس. عايزة اقول لكم الشربات زي ما انتم شايفين سخن بيطلع بخار اهو. ما ينفعش نسيبه يبرد عشان ما يمسكش معايا، هتلاقي الجيلاتين برد ومسك معاكي فمش هتعرفي وتلاقي الدنيا باظت منك خالص. هنضرب بقى كده بالمضرب شوية كتار. هتلاقي في الاول هتحس ان هو كده لا مش هيعمل، بس شوية شوية هتلاقي القوام معاكي بيتقل زي الكريم كده. نبدأ كده نضرب بالمضرب. انا بوريكي ايه المراحل معايا. كل ما بلاقي ايه اتغير كده بصور لكم. انا بفصل التصوير وبعد كده بوريكم. شايفين؟ هضرب برضو تاني شوية فيه. ضربت كده شوية. شايفين القوام بتاعي القوام معايا عامل ازاي؟ عامل زي الكريم كده. قعدت كده اضرب فيه بالمضرب شوية كتار، حوالي بتاع 10 دقايق او ربع ساعة يعني. شوية حلوين كده. وهبدأ بقى انزل ايه نص الكمية معايا في القالب بتاعي عشان هنعمله لون ابيض ولون بامبي. او اللي هو اللون الاحمر ده، هنعمله لونين. هبدأ كده انزل نص الكمية في القالب بتاعي، والنص التاني هنحط عليه اللون. شايفين بقى؟ انا هبدأ احط اللون اهو زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم اللون اللي انا حطيته ده طلع كتير، فانا عينت منه شويه عشان حسيت ان هو كتير قوي وهيعمل معايا لون، يعني لون بامبي اللي هو الغامق قوي او اللون الاحمر. ده كان لون احمر. حطيت بقى منه كده زي ما انتم شايفين. انا شايفه كده ان القوام بتاعي يعني اللون بتاعه مظبوط معايا. ممكن بقى تشكلوا الالوان دي زي ما انتوا عاوزين، او ممكن تعملوه ابيض يعني ساده. زي ما تحبوا يعني في التقديم ده براحتكم. شايفين بقى ما شاء الله. وغلفت كده وشه بالنشا زي ما انتم شايفين. وسبته كده بره التلاجة 4 ساعات. يعني بصي تسيبيه على قد ما تقدري، بس لو مستعجله عليه دخليه التلاجة عادي. مسك بقى زي ما انتم شايفين اهوتي معايا. وهنبدأ ان احنا نقلبه في الطبق بتاعنا. انا حاولت كده ان انا اقلبه في الطبق، ما كانش راضي ينزل معايا. فبدأت ان انا اسلكه بالسكينة من الجوانب، ونزل معايا سهل على طول زي ما انتم شايفين كده. شايفين؟ مش عايزه اقول لكم يعني بجد بجد كان حلو قوي. وبنتي حبيته قوي بجد. عايزه اقول لكم الاطفال بتحب الحاجات دي جدا، وبقى احلى من بتاع بره كمان. نحاول ان احنا نوزع بقى النشا بتاعتنا على المارشميلو كلها كده. نغلفه كده بالنشا ونقطعه كده زي ما انتم شايفين، زي ما تحبوا بقى يعني في التقديم كده. اعملوا زي ما انتوا عاوزين. شايفين ما شاء الله معايا عامل ازاي؟ هش كده وطري جدا يعني، وبيشد كده زي الجاهز، واحلى كمان من بتاع بره. يعني كمان كفايه ان هو يبقى معمول في البيت. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك في القناه وكومنت كده تقولوا لي ايه رايكم في الوصفه بتاعتنا النهارده. إيه ان شاء الله نشوف مع بعض وصفات كتيره. واشوفكم اسيبكم في رعايه الله. إيه يلا مع السلامه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.